يلزم أو يندب على اختلاف الحال السلامة من اللحن. واللحن في الأذان أمره ليس بالسهل، بل إنه أحيانا قد يكون مبطلا للأذان. اللحن في الأذان قد يكون مبطلا له، بل إن بعض أهل العلم يقول إن من لحن صورا من اللحن فإنه يكون قد خرج من الملة وكفر بلفظه ذلك إن علمه، فيجب عليه أن يحدث التوبة، لأن بعض اللحن يحيل المعنى ويغيره إلى معنى غير مراد، بل يؤدي إلى معنى خطير كما سنذكر بعد قليل. وهذه اللفظة وهو أن بعض اللحن قد يؤدي إلى الكفر لمن تعمده، ولا يظن بمسلم مطلقا أن يتعمده. هذه من المسائل التي أطال أهل العلم في بيانها، بل لا يكاد أحد من فقهاء المذاهب الأربعة إلا وأشار إلى بعض ذلك. هذا اللحن ما سببه في الأذان؟ نقول إن سبب اللحن في الأذان إما أن يكون المرء جاهلا بالعربية فلا يعرف لحون العرب في مدودها ومخارج حروفها وما تدغمه وما لا تدغمه، وقد يكون السبب عدم قدرته على الكلام بها، كأن يكون المرء غير عربي فحينئذ يخطئ في بعض ألفاظها. عدم المعرفة بالعربية قد يكون عربي اللسان لكنه لا يعرف مخارج الحروف فيها على الدقة فيخطئ فيها، أو يكون عدم غير قادر، إما لكونه غير عربي أو لكونه فيه عجمة في لسانه فبعض الحروف لا يستطيع إخراجها وفيه عيب في لسانه خلقي، أو أن الرجل لهجته تمنعه من القدرة على إخراج بعض الحروف من مخرجها الصحيح، وسأشير له بعد قليل. الأمر الثالث وانتبهوا له، أن من أسباب اللحن في الأذان التلحين فيه. إن من أسباب اللحن في الأذان التي قد تؤدي إلى إبطال الأذان التلحين فيه، ولذلك ما زال أهل العلم رحمهم الله تعالى يحذرون من المبالغة في تلحين الأذان. وقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع مؤذنا يلحن في أذانه، أي يلحن ويلحن فيه، فقال له ذلك الرجل بعد الأذان، جاء لابن عمر فقال: إني أحبك في الله، قال: فإني أبغضك في الله، لأن هذا التلحين في الأذان قد يؤدي إلى اللحن المذموم بسبب عناية المرء بالمدود وتركه للمعاني، فيؤدي إلى الخطأ كما سأذكر بعد قليل. ولذلك لما قيل للإمام أحمد: ما التلحين ولماذا يذم التلحين؟ قال: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أترضى أن يقال لك يا محمد؟ ونحن نسمع الآن من المؤذنين من إذا أراد أن يؤذن قال: أشهد أن محمدا رسول الله. هذا من اللحن الذي أدى أو سببه إليه هو التلحين. إذن فقضية التلحين أحيانا والمدود وغير ذلك من الأمور التي لم ترد على لسان العرب أو في لسان العرب فإنها تكون حينئذ مذمومة.